يا صباح الخير، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. طمنوني عليكم كده في الكومنتات، قولوا لي عاملين ايه في الجو دوت. جو صعب قوي قوي، يعني جو فرهضة كده، على نوم على تعب وعيا مش عارفة الجو ايه اللي هو دايما بيبقى ما بين تبديل الفصول ده بيبقى صعب. المهم ايه، كالعادة بنقوم الصبح مش قادرين نفطر، نفسنا مش رايحة لحاجة بعد ما كلنا النص كيلو كحك واحنا نايمين، يعني كلام في سركم كده. بنقوم واحنا نايمين كده، بص اقوم اروح واخدة كحكاية وانا نايمة وانا رايحة في النوم يا جدعان، نايمة. واما اصحى ماكلش. هنا قلت ايه، هاخد كام كحكاية كده جنب مج النسكافيه، بس عايزة اقول لكم ما اكلتش منهم ولا واحدة، شربته لوحده. وبعد كده وانا رايحة وانا جاية بقى انا نقت فيهم بقية اليوم يعني. بس دلوقتي شربت مج النسكافيه بس. يلا فوقوا كده، قوموا اتنشطوا، اعملوا مج نسكافيه ولا قهوة، ولا شوفوا انتوا بتحبوا ايه اكتر. و قوموا فوقوا كده، قوموا فوقوا وتنشطوا كده، شوفوا اللي وراكم، صحصحوا كده. وخشوا بقى شوفوا المطبخ بتاعكم، رتبوه وظبطوه واعملوه، لو في غسيل مواعين اغسلوها، هتنضفوا حاجة اعملوها. بصوا النهاردة اليوم كله رغاوي رغاوي رغاوي، تنظيف بقى كده وتظبيط كده وايه وفوقان ونعنشة. عشان ايه يعني تبقي قاعدة كده فايقة. بقية الشقة بصوا بتتلم في ثواني، يعني بقية الشقة كده كده بتتلم في ثواني، يعني مش محتاجة ان انتي تبقي متضايقة وشايلة همها والكلام ده كله، لا. كده كده الضيوف مش داخلين خارجين يعني عليكي. فأهم حاجة المطبخ، لان هو ده اللي انتي بتبقي واقفة بقى فيه، بتعملي الغدا وبتعملي الشاي، بتعملي معرفش ايه، فطار، عشاء، الكلام ده كله. المهم ان النهارده الحمد لله الحمد لله ما عندناش تمارين. يعني بصوا الحمد لله انا الشهر ده كله قاعده فريده، عشان دخلت العيد وكان اواخر رمضان، وما كنتش بصراحه ببقى عارفه اروح ولا اجي. وفريده لازم انا اللي اروح بيها، يعني ما كانش ينفع باباها اللي يروح بيها، او اخوها يوديها او كده. فريده بتبقى محتاجه تغير هدومها، انا اللي بغير لها هدومها. وال واللوكر بتاعها كمان في اوضه البنات، فهم ما بيخشوش معاها جوه، وهي لسه يعني ايه، بعلمها يعني ببتدي اعلمها كده ان هي تفتحه وتقفله ازاي عشان ما تسيبوش مفتوح وتنسى فيه حاجة او تنساه مفتوح يعني او كده. فواحدة واحدة يعني، بس ان شاء الله بإذن الله من اول الشهر هتنزل. فلما تنزل بقى، وادم كمان الشهر ده برضو مأجز عشان الامتحانات وكده، فعشان كده تحسوا ان الشهر ده فيه ايام كتير كده، ايه يعني يعتبر بقعد 3 ايام في الاسبوع. من اول الشهر بقى هتحسوا بقى ايه ان الدربكة كلها. ما اعرفش ساعتها هعرف اصور بقى تاني ولا ايه. بص الفترة اصلا اللي ابتديت اصور لكم فيها، اللي هي كانش فيها تمارين ضغط قوي قوي زي زي الفترة اللي قبل كده يعني. بس ان شاء الله ان شاء الله كده هنتشجع ونتحفز كده ونقوم ونتنشط و... ونخلص اللي ورانا. تمام. هو الجو لما بيحرر كده بيفرهدنا، مش عارفة والله، يعني احنا بنبقى كسلانين في الصيف ولا كسلانين في الشتاء؟ لان دي انا مش عارفه يعني. بقعد اقول في الصيف الواحد بيبقى حران، فبيقوم يشتغل في المية عشان يفوق وكده وما يبقاش حران، بس لقيت ان الواحد بقى مفرهد زيادة عن اللزوم مع الضغط الواطي. يعني انا ضغطي بيوطى والناس اللي ضغطها بيوطى. وحتى متهيألي الناس اللي ضغطها بيعلى برضو، متهيألي مع الحر دوت ضغطهم بيعلى بالزيادة وما بيستحملوش، متهيألي. مش متأكدة قوي يعني، بس انا ايه، مع الضغط الواطي بقى انا اللي اقدر افيدكوا ده، بهبط جامد قوي وضغطي بيوطى جامد قوي قوي. وما ببقاش قادره ان انا اعمل اي حاجه خالص. بصوا الرخامه الحمد لله بقت زي الفل اهي. نضفتها حلو مكان الاستيكر، كل يوم بقى بصوا كل لما اجي ادعك مواعين بقى اقعد ادعك فيها، فرجعت ما شاء الله يعني، رجعت حلوه تاني. هي حلوه الرخامه بتاعه الحوض يعني، نوعيتها كويسه. وانا مكنتش خربت فيها بقى زي بتاعه المطبخ. عايزه اقول لكم ما تقعدوش تجربوا يا جماعه الخلطات بتاعه النت ديت واليوتيوب والحاجات دي، لان بجد بجد بتدمر الحاجه، الخلطات والحاجات يعني شوفوا مره واتنين وتلاته ودوروا كده وابحثوا قبل ما تعملوا الحاجه. لان انا الرخامه بتاعتي بتاعه المطبخ، والله كنت لسه عروسه جديده يعني، ما كانش فيها بهدله ولا فيها حاجه ولا كده.
بس بقى ايه، كنت بشوف بقى خلطات وحاجات، وحطي خل وحطي مش عارفه ايه وادعكي بايه واعملي. كنت بعمل زي ما هما بيقولوا، الرخامه خرمت كلها، اتخرمت كده، نقرت نقرت نقرت. ف يعني باظت خالص. ما كنتش بعمل كده على الحوض. جربت يعني، ما كانوا ساعتها بيتكلموا على الرخامات، بس انا ما جاتش في بالي ساعتها، الحمد لله يعني، ان هي ما جاتش في بالي ان انا اعمل الحوض. فالرخامه دي اللي باظت بصراحه. عشان كده دايما بحط عليها ستيكر. ف والستيكر ده بجد حاجه فاشله يعني، حاجه فاشله 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 اخر حاجه. بصوا بقى بتاع اللي هناك ديت انا اللي لسه عاملاها. هاند ميد كده يعني، انا عملتها قلت ايه تدي شكل حلو كده، ديكور يعني، عاجبه الولاد قوي قوي. وانا بعملها قالوا لي ايه ده يا ماما هتعمليها ازاي دي؟ طب مش هتتزحلق، طب مش هتبوظ، طب مش، بعد ما عملتها عجبهم قوي قوي، كل شويه يخشوا ينوروها. المهم النهارده انا عندي باقي اكل، عندي باقي طبيخ، وعندي رز بشعريه. انا لما بعمل الرز زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بعمل الحله الكبيره. بناكل مثلا مثلا ناكل نصها او حاجه، او زي ما ناكل، والباقي احطه في علبه كبيره واحطه في التلاجة. يوم مثلا عامله اكله حد مش بياكلها، طلع له شويه رز. مثلا يكون في طبق طبيخ اسخنهوله، طبق ملوخيه، طبق مش فاهمين. يوم زي كده بقى ببقى عامله حسابي ان هي ايه، الرز ده الاكلتين. الاكله اللي احنا كلناها يوميها. ويوم تاني بقى انا مش هعمل رز، هو انا ما بدخله الميكرويف بيخرج اكني لسه عاملاه. يعني انا بحب الرز بحبه وهو طازه قوي، بس لما بيدخل الميكرويف بيخرج اكنك لسه عاملاه بالظبط. فيعني خلاص الدنيا بقت بتسهل علينا، ما نصعبهاش احنا بقى على نفسنا. يعني كانش لسه زماني بقى دلوقتي هعمل رز وشعريه ومش عارفه إيه، حتى لو مش هياخد وقت. الوقت القليل قوي ده حتى لو مش هياخده، انا اولى بيه في حاجه تانية، انجز بيه حاجه تانية. فاهميني؟ يعني عايزه اقول لكم انا ظبطت المطبخ كده، الحوض والمواعين والبوتاجاز والرخامه والارض، والدنيا كلها بقت زي الفل، الدنيا كلها حواليا كده زي الفل. قلت لادم بقى تعالى معلش عشان ايدي زفره، خد الحله ديت، املاها ميه وحطها لي هنا على البوتاجاز هنا، عشان عقبال ما الميه تغلي اكون انا نضفت الكبد والقوانص، ومطلعه كيس بانيه اعمله واتبله، بس مش للنهارده. انا النهارده هعمل لهم كبد وقوانص، وهعمل ملوخيه، وعندي طبق طبيخ، والرز طبعا بالشعريه جاهز. فيعني ايه، بصوا بنسهل على نفسنا كده. وطبعا الملوخيه هي اللي هي الجيفريكس اللي هي المجمده ديت. فبرضو ايه، انا يا دوبك هو نضفت بس الكبد والقوانص يعني، ما مش قصه ولا حاجه. والملوخيه حلاوتها بقى في الطشه والبصوا يعني. احلى فقره في الاكل كله طشه الملوخيه ديت والله العظيم. يعني بيحسسوني ان انا ساعتها وانا هم بيبقوا واقفين بيتفرجوا كده ساعات، يعني لو خدوا بالهم ان انا بعملها بيروحوا واقفين متفرجين. اللي هو بيحسسوني ان، شفتوا اللي هم في اسمه ايه دوت، بتاع بتاع المشاوي والحاجات ده، نسيت اسمه. فيقولوا لي اما انت عامله زيهم بقى، هاتي بقى حاجه كده واقعدي ادلقي كده، وهاتي كده وادلقي كده، اللي هم بيصبوها في الطواجن الفخار دول. فبتبقى الفقره دي حلوه بقى، والريحه بتاعت الملوخيه بتبقى طالعه بقى ما شاء الله، بتبقى ايه، جميله جميله جميله. المهم انتوا هتلاقوني، بصوا بقى، عشان محدش يقولي انتي مصوره الفيديو ده في نفس يوم الفيديو التاني، او مثلا انتي كنتي لابسه نفس الجلابيه والطرحه وكده. بصوا انا عندي اللبس البيتي، وخصوصا من ساعه ما بطلت تصوير. بصوا كلام بيني وبينكم يعني، انا تخنت شويه شويتين تلاتة كده يعني. فايه، انا لما باجي اجيب مثلا جلابيه او حاجه، بتبقى واسعه قوي، فبظبطها على قدي. فلما باجي ازيد شويه بتضيق. فانا ايه، انا عموما في البيت مش بقعد بجلاليب، ماشي، بقعد ببيجامات وكده. فالجلاليب دي كانت ايام التصوير. ولو يعني حد جه مثلا مش من اهلنا ولازم اقعد بجلابيه يعني، اهلي مش لازم بقى اقعد بجلابيه ولا حاجه. فمش بلبس الجلاليب باستمرار يعني. فاغلب الجلاليب اللي عندي بقت ضيقه. بصوا أنا هنا بدور على الكبده، على القناصه الاول، انزل القوانص الاول تاخد كام غلوه كده، وبعد كده بقى انزل بالكبده. فايه، انا بقى دلوقتي بشوف ايه اللي ينفع ان انا البسه ويبقى واسع، عشان اعرف اصور بيه. ايوه، ثواني يا فريده جايه، خلص يا ماما دوت وجايه.
بصوا فريدة بتبقى ظابطة نفسها. المهم ايه، زي ما بقول لكم كده بشوف بقى ايه الواسع اللي انا ينفع اصور بيه. يعني انا مش هينفع ان انا اصور بعباية مجسمة وكده، فاهميني؟ ممكن البسها في البيت وانا جايه انشر او حاجه او كده عادي، مش هتبقى باينه هي يعني ايه. اهم حاجه الكمام بتاعتها تبقى هي اللي باينه من الشباك ولابسه الخمار عليها وبنشر وخلاص. فانما اللي هم الواسعين دول قليل، لان انا مش بحب البس الواسعين يبقوا واسعين قوي يعني. فهم كام واحده كده، 2 3 مثلا ولا حاجه اللي واسعين، فهم دول اللي هبقى ببدل فيهم معاكم، فاهمين؟ هما دول اللي هبقى ببدل فيهم معاكم. الا بقى لو انا مثلا بصور في حاجة ومش طالعة مثلا فيها، يعني دراعاتي بس اللي طالعة، فممكن البس بقى اي حاجة بكم وخلاص، يعني حتى لو ضيقة مش مشكلة. فعشان كده بقى ممكن تلاقوا ايه تشابه كتير في الجلاليب. عادي عدوها يا جماعة عدوها. وبعدين دي لونها حلو عليا، صح ولا مش صح؟ دي لونها جميل عليا، عجباني كده، حلوة عليا. بس عجباني من قدام اكتر لان فيها رسمة وفيها رباط وبتشديه كده من قدام ومظبطاه. من ورا ساده كده خالص. بس ايه يعني شكلها حلو عليا. قولوا لي كده شكلها حلو عليا ولا لا؟ المهم هنا بقى هجهز تتبيله البانيه. انا زي ما قلت لكم انا مش هعمله النهارده، بس انا هجهزه. قلت بالمره وانا بطلع الكبد والقوانص من الفريزر، رحت سحبه كيس البانيه معاها بالمره. قلت ايه، ما هي كده كده الكبد والقوانص للنهارده بس، طب ايه بكره بقى هعمل ايه او بعده او يعني ايه، يبقى جاهز واحطه في التلاجة. اشوف بقى بكره لو هعمله بكره او بعده. نازله النادي ومحتاجه اعمل سندوتشات، اعمل مثلا مكرونه وبطاطس وبانيه. فايه المهم ان هو يبقى جاهز. يعني انا لما بجيب الخزين بتاع اول الشهر اللي هي اللحوم والحاجات دي بتاعت اول الشهر، بصراحه ما ببقاش يعني مش زي الاول. كنت ببقى فاضيه وامسك حاجه حاجه اعملها واشيل ده متبل وده مغسول معرفش ايه وده متقطع ايه بصراحه ما بقاش في وقت. وما بقاش في جهد بصراحه يعني. فبقيت ايه اللي هو انا لا بجيب الحاجه بشيلها، واما بطلعها بقى بتبلها وبجهزها وبقطعها وبعمل، يعني بشوف بقى ساعتها انا هعمل فيها ايه. ماشي. جينا بقى للفقرة المحببة للجماهير، فقرة الملوخية. بصوا هنا، انا ما بحبش الكبد والقوانص يا جماعة. يعني ماليش تقول مش ماليش تقول عليها، هي ما بتحبنيش خالص، ما باكلهاش خالص خالص، ولا الكبد ولا القوانص. فممكن عايز اشوفها استوت ولا لا. فعملت ايه، فدوقت حته كده، كان حمزه واقف فبقول له خد شوف استوت ولا لا. لقيت الباقيين بيقولوا لي طب ما احنا كمان عايزين نشوفها استوت ولا لا. فرحت مدوقاهم التلاتة، وقلت لهم برضو دوقوا لي الشوربه شوفوا الملح، لان هما اللي برضو اللي هيشربوها. انا ماليش فيها ماشي. فدوقتها لهم قالوا لي لا لسه يا ماما، عايزه شويه سوا والملح مظبوط. ثواني يا ديدا بعد اذنك، ثواني يا ماما. ف بصوا ترخم عليا على طول، على طول هي عارفه، هي عايزه تخش ترخم، تحب تقعد تبص وتتفرج على التليفون وتشوف الفيديو بتاع. وانا ساعات بروح اي حاجه مثلا من وراهم، فمبقاش عايزاها تسمعها. يعني مثلا اي حاجه بقى، وانا ما بقولش قدامهم ان انا مش باكل الكبد والقوانص، يعني بيقعدوا يقولوا لي ماما وانتي ما بتاكليش منها ليه وانتي مش هتاكليها فبروح قايله لهم لا انا مش عايزه، انا مش قادره، انا اكلت حته جوه، انا مش كده. ففي حاجات ما يعني بصراحه ما برضاش اقول ان لا انا مش باكلها، فاهميني؟ ففي حاجات مبقاش عايزاها تسمع. فضايح 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 يعني. المهم بصوا بقى الطشة، بصوا الجمال، بصوا الجمال، ايه الجمال ده يا جدعان؟ لا احنا بجد الملوخية دي عندنا عشق بجد، بجد 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 عشق. بصوا ما شاء الله عليها، يعني تحفة. المهم ان احنا هنحط بقى دلوقتي ونقعد نتغدى، ملحقتش اصور لكم تاني بقى. وايه واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.